إذا رفع الإمام إلى التشهد بقي بعض الناس ساجدين، فما قولكم في ذلك؟ الإمام في بعض الأحوال يقوم يتشهد والناس بعده يقوموا يشهدوا، وبعض الناس في طرف الصف يجلس شوية وبعدها يقول مالك؟ قال لأنني ما تشهد، أنا ما جيت إلا وقدم في الركعة الثانية بشوف محل تشهد، أجلس أذكر الله وأسبح. هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، لأنك فعلت شيء اجتهادا منك مخالف للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فوجب عليك أن تتابع الإمام، إذا ركع فاركع، إذا سجد فسجد، فإذا قمت مثله ولا تخالف الإمام. وقال النبي لا تختلفوا على إمامكم، فأنت بفعلك هذا غالط غالط غالط، لأنك استحسنت شيء مصادم للنص. قم ولو ما قد سبحت إلا مرة أو مرتين وما قد باشترط، قم، لأن متابعة الإمام واجبة والتسبيح سنة.